طيب يا شباب نواصل بجولتنا في القضارف. ده شنو قلتها معلش يا حبيبي؟ المنطقة القديمة. المنطقة القديمة دي اسمها كده ولا عشان منطقة المنطقة يعني كانت هنا الحياة كلها الاسبيرات والميكانيكية والبتاع وكان هنا. ايوه هسه عملوا واحدة هناك في الصينية برا في السوق الشعبي. المنطقة الجديدة. ايوه المنطقة القديمة. والخور ده اسمه شنو؟ ده خور مقاديم. خور المقاديم؟ ده خور مقاديم عشان قديم برضه؟ مقاديم ده من زمان المهدية. بالله بيعمل شنو كمان خور المقاديم ده؟ سموه هاي مقاديم على المقاديم بتاع المهدية. في شنو يعني مقاديم معلش؟ مقاديم دي ما هنا بتاعت اسمها شنو كودة كده المهدية بيدسوا في البتاع ده. زمان الحرب دي. بيدسوا فيها فكانوا صبوها المقاديم دي كلمة. بالله؟ مهدية بحتة. المقاديم يا الدليل السياحي والعودة عليه طبعا لانه انا مسؤول من اي كلام هو بقوله. طبعا ده شنو؟ تبص على يمينك العمارة دي. ايوه. دي حماية الأسرة والطفل. حماية الأسرة والطفل. كيف مستوى الحماية عندكم بتاعت الأسرة والطفل؟ طبعا وزارة الصحة. دي؟ ايوه وزارة الصحة. الديل بتاع تراكم الضاربين انقتلوا. انت اسمع انا قريت قبل كم يوم انه الوالي دشن عندكم تراكم اليومين ديل منتشر؟ رايحين مقطوعين. اوكي. لكن طعموا الاولاد في المدارس فجابوا مسكان. اوكي جابوا شنو؟ مامص حبوب. حبوب. جميل. لا ما نفعت يعني؟ والله هو طبعا قالوا انها بتفاعل ده الجستيفيكيشن كده. انه بيقولوا شنو؟ الجستيفيكيشن الحكومي انه الغريبة الدعاية كبيرة انه بتفاعل ده التفاعل بتاعها كده فالحاجة دي عادية تمشي. لا يعني حصل شنو الاطفال؟ كانوا خايفين متوترين من الحاجة دي اكتر منهم جعانين. معلش المبنى الجميل ده شنو؟ وزارة التخطيط والعمران. ايوه. يلا ضاربين الشغلة. اوكي. اسمع قلت لي عن حبوب التراكوما هل عملت اثار جانبيه؟ عملت اثار جانبيه في المستشفى اللي قدامنا ده كله كان مليان. اصله ما ممكن. كان مليان ضربه. لا اله الا الله. في ناس رقدون برا في الزحمه. يا اخي دي كارثه. انا الغريب انا اتكيفت لما لقيت انه الشارع ده شنو معلش؟ ده شارع الوزارات. شارع الوزارات. هي الوزارات انتهت كان على يمين الماليه على شمال. المبنى الظريف ده شنو؟ دي ده اتحاد الوزارات. هسه اتضربت ولا شغاله؟ لا شغال. تمام. بالله انا اتخيل لما قريت في الجريده انه يا اخي حمله الوالي ولا شنو كده. وين؟ دي على شمالك. على شمالك كليه الطب. ايوه كليه الطب جامعه القضارف. بس في عيب واحد انها منحدره. منحدره. لما هيك طوال المستشفى. اوكي جميل. مستشفى القضارف التعليمي. ايوه مستشفى القضارف. هي ده بقى مستشفى حسين مصطفى للاطفال. يلا حسين مصطفى ده منو؟ طبعا انا بتشتري منه. ايوه حسين مصطفى ده منو تحديدا؟ حسين مصطفى ده اخصائي مثلا بتاع اطفال كان مات. اخصائي بتاع اطفال وهو زول بيقولوا خيري وقام عمل سكشن بتاع اطفال. حوادث جميل والله. مبنى جميل. دي فتحتها تعبيط بطرس يا اخي. اوكي جميل والله. والله تعبيط بطرس قالوا افتتحتها فجميل والله. ده المركز التشخيصي المطور على يمينك. ايوه جميل. احنا هسه ماشيين على استغلال المركز. ايوه وين شارع المليون غبي؟ المليون غبي هسه نمشي عليه. نمشي معرك. دي من المعالم البارزه يا شباب. شارع المليون غبي. ليه التسميه شنو؟ شارع المليون غبي. طبعا في قصه ثانيه ظريفه شارع المليون غبي. في بالضبط كده الكلام ده يوم 1/11/2007. في واحد هو قالوا معتوه. طالع من السجن. فمشى سوق السكاكين بدور شارع المليون غبي. مشى بتاع السكاكين قال له يا اخي انا يا اخي سكين. قام قال له السكين دي بتاكل؟ قام بتاع السكاكين قال له جريبه. هذا سكين وطعام. ومشى خش شارع المليون غبي ده يقدر بالقال قدامه بطعام. في واحد طالع من كافتيريا اليماني يمشي طوالي. في واحد طالع من كافتيريا اليماني. طبعا دي اشهر كافتيريا في الجبال. لا اسمع دقيقه معلش. انت شارع المليون غبي ده زول طلع من السجن وبيبيع سكين. ماشي اشترى سكين. لا ماشي يشتري. ماشي اللي بتاع السكاكين اشترى منه سكين. اول شيء قال له السكين دي بتاكل. قال لي جريبه. هذا السكين وطعم بتاكل يعني طعم سنين. ايوه وبعد ذاك شارع بيكون داسها بظهره كده. يجي بيطعم لحد في النهايه الواحد كده من الجماعه ده شايل له
عكازة كده قام ضربه ووقع عنده سكين وجمع الشرطة برضه والجو بعد ما علقت بسفاير. لكن ده برضه ما عنده علاقه بانه يسموه شارع المليون. ده ما قلت لك الكلام ده بعد شارع مليون غير فبقى بعد ذاك شارع اها شارع الجماعة دول. المعتوهين يعني. لا بجد بسموه شارع الموتور وطني. لا شارع مليون لكن دي واحدة من الحوادث الشهيرة اللي حصلت حوادث شهيرة. واحدة من الغباءات اللي حصلت. وفي واحد في طالع من كافتيريا الأماني بغسل في يده في الغسالة وهو أكل وشبع وخلاص. وبس عمك ده جاء لحقه وداه وطعنه. ده تقريبا واحد من الناس. ده شارع المليون غبي؟ لا ده ما شارع المليون. ده شارع شنو؟ قدام لسه ده السوق يعني مثلا؟ ده السوق احنا كده خشينا السوق. ده المدخل. جوا على شمالك بيصير ولد الجماهير وجنبها طوالي قهوة موسى. قهوة موسى شهيرة يعني؟ جدا. دي قهوة من أشهر القهاوي في القضارف. أي رمتالي أي هنا تلقاه قاعد هنا. ناسف جدا يا اخوانا اللغة بتاعت الدليل يعني. أي زول ضايع منك بتلقاه هنا. ايوه. وطبعا الناس وين القهوة؟ بيكمل شوارات بها سكر. دي القهوة؟ ايوه. حري. طيب ثاني في شنو هنا؟ مكتبة القيروان دي شكلها من السبعينات كده. هاي من زمان استغلال برضه. استغلال ما اصطغوا معاه. عمك داك معروف. لكن ما شاء الله الضجة. لكن يعني ما شاء الله مدينة ضاجة بالحياة يعني. ضجيج الحياة. طبعا حتخش على يدك الشمال ده شارع المليون غبي. وينه؟ على يدك الشمال الشارع على يدك الشمال. على يمينك طبعا سوق القدار اللي هو ده احسن سوق قدار في السودان. في السودان؟ منظم طبعا وقاعدينه كده في كولكشن واحد. قال سوق الخضار ده احسن سوق خضار في السودان. طبعا ده شارع المليون غبي. ده هذا هو الشارع الشهير. هسه بيقوا 100. 100 غبي يعني ولا 100 مليون غبي؟ يعني ده دليل على انه الوعي زاد. فقال سموه شارع مليون غبي هسه 100 غبي وحس انه يعني في وعي زاد. لكن غريبة قلت له عندهم شارع ثاني في كسلة برضه. في كسلة في برضه شارع اسمه شارع مليون غبي برضه في نص السوق. اوكي. فأهم معالمه كافتيريا الأماني، كافتيريا ولد العبيد. حاجات القديمة جدا. فوال الكدر. ايوه الماصي ده. ايوه. الفول عنده طبعا بياكل 7 أنفار. طلب الفول بياكل 7 أنفار. خير باظت. اوكي. مزرعة المصباح، استوديو منير رماح برضه. قديم؟ قديم منير رماح. تاج الكيف للعمار السيوبر كيف؟ أيوة ده قديم؟ أهم شيء تاج الكيف. شفتها وفيه محل الجرايد اللي هو محل الجرايد الوحيد في القاهرة كلها. بالله؟ وين المحل ده؟ محل جرايد وحيد يعني. اوكي. بيتشاكلوا فيه ناس هلال والمريخ طوالي. بيقعدوا هنا يعني. عندك الشمال مباشر كذلك. ايوه. مكتبة الزنون. دي مكتبة الجرايد. ايوه.